المؤتمرات راه شاد من هنا، شاد من هاد الطريق هادي من الداخل، وراه غادي تشوفوا معايا قداش اللهم بارك على يدينا اليسار على يدينا اليمين، راه هو هذا. وغادي تشوفوا معايا قداش اللهم بارك المساحة اللي شاد هاد المشروع هذا، وغادي تشوفوه من الواجهة ديالو كامل. راه هو هذا يعني من ديك الانطلاقة فاش جينا، وزعما راه راكبين الموطور. اوتيل ان شاء الله غادي يكون هنا اوتيل، كاينه قاعه ديال السينما يعني بالدجاج ديالو بالمساعد تقريبا راه غادي. السلام عليكم ورحمه الله اخوان، فيديو جديد على قناه زوير صحه. معكم زوير. اليوم كنتواجدوا في المنطقه ديال فونتي باش نشوفوا تقدم اشغال ديال قصر المؤتمرات اللي كيتواجد هنا. هاد الرومبا هادي راه كتسمى ديال القمره، وهاد الطريق هادي راه كدي لسوق الحد، والطريق الاخرى كدي لجهه مرجان. دابا هذا انفاس معنا هو المشروع ديال قصر المؤتمرات اللي فيه مجموعه ديال الحوايج اللي غادي تكون هنا ان شاء الله. قصر مؤتمرات، سينما، المول، وايضا اوتيل. غادي نحاولوا نقربوا لكم الصوره باش تشوفوا معايا الاجواء وتقدم ديال المشروع. هذه هي الرومبا اللي كتسمى الرومبا ديال القمره اولا المدار ديال القمره، وداك المدخل هو اللي كيديك لسوق الحد، ولهاد الجهه هادي كديك للباطوار. هاد الطريق هذا هو اللي كيدي للمرجان، ولهاد الجهه هادي هي فاش كاين قصر المؤتمرات اولا المجمع، فاش كاينين مجموعه ديال فيها مجموعه ديال المسائل اللي غادي يكون هنا. كاين هنا قصر المؤتمرات اللي غادي يكون هنا، هذه هي الحاله، وهذا هو دابا الاشغال اللي واصلين فيهم في هذه المنطقه هذه. كاين هنا اوتيل ان شاء الله غادي يكون هنا اوتيل، كاينه قاعه ديال السينما، كاين قصر مؤتمرات، وغادي يكون حتى شي مول كما كيقولوا. كاين هنا مجموعه ديال الاشياء. دابا كنحاولوا نبينوا لكم فين واصلين من ناحيه ديال البناء او التقدم ديال الاشغال ديال هاد البلاصه هذه. دابا الاشغال راه غاديه متقدمه بواحد النسبه اللي هي كبيره. كاينه ديك القبه على داك الشكل، وكاين هاد الطريطوارات هادو حتى هما هادو راه دايرين بحال الرخام علاش كنتمشى. وكاين طريطوار في هاد الجهه هادي، يعني الاشغال راه غاديين هنا بواحد الطريقه ولا بواحد الوتيره. يعني ما عرفتش تقريبا لحقاش طالبانو ما كاينش هنا شحال المده الزمنيه فاش غادي يكمل هاد المشروع هذا. على العموم دابا هنا بدات كتبان نوعا ما العلامات ديال اقتراب نهايه هاد المشروع هذا. المشروع كيبان بهاد الطريقه هذه كما قلنا. كاين هاد القبه هذه دابا راه بداو كيبنيو فيها، وكاين داك الفوق راه مكتوبه فيها قصر المؤتمرات. ولهاد الجهه هذه غادي نحاولوا نكملوا بكم لهاد الجهه هذه، وغادي تشوفوا الجهه الاخرى كيف دايره. هنا دايرين فيه الجارديناج، كاين هاد الحاجز هذا بواحد الشكل اللي هو واحد الشكل اللي هندسي يعني مختلف نوعا ما. كيقولوا بانه غادي يكون هنا شي مول اللي هو كبير بحال هذا. هذا راه تقريبا راه مول اللي غادي يكون واحد المول اللي هو كبير هنا. صراحه غادي يعطي واحد الاضافه لهاد المنطقه هذه اللي كانت نوعا ما مهمشه، يعني ما فيها لا هنا راه كامل كان غير خلا، ما كاينش كاع اللي كيدار فيه حتى شي نشاط. ودابا راه غادي يصدق مزادي مع اكادير باي. غادي نحاول نتمشى بكم هنا باش نشوفوا الصوره من اللور، باش نشدوا المشروع من الجهه الخلفيه ديالو باش يبان لنا بواحد الشكل اللي هو كبير. هنا دايز فيه واحد الواد، هنا دايز فيه واحد الواد. ولهاد الجهه هذه كما كتلاحظوا راه هذاك هو المول، راه هو قدو قداش كيبدا، راه هي البدايه ديالو من هنا، وراه هو غادي 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 حتى الاخر ديال دوك النخل. هذاك هو المشروع ككل.
ما عرفتش شحال هادي باش بداو في هذا المشروع هذا، والله ما نكذب عليكم ما عرفتش، ما عقلش امتى بدات البدايه ديال البناء ديال هذا المشروع هذا، اللي هو واحد المشروع اللي هو ضخم. واش كان حتى هو ضمن دوك المشاريع اللي طلقوا في مدينه اكادير ديال من 2020 الرؤيه ديال 2024. اللي عنده معلومات يقدر يتقاسمهم معنا. هكذا كيبان من برا، يعني بالجاج ديالو بالمسائل تقريبا راه غادي في اللمسات ديالو الاخيره. كما قلت لكم ما عنديش معلومات على شحال بقى لهذا المشروع هذا باش يكمل او لا باش يتفينا بواحد الصفه اللي هي نهائيه. هو راه جاي في المدخل ديال المدينه ديال اكادير مباشره. هنا راه كاينه فيه اكادير باي، هذا اكادير باي، وكتجي مع هاد الطريق هادي كتلقى الدخله او الرومبا اللي كتسمى القامره. الا دخلتي على يديك اليمين راه كتمشي سوق الحد، الا مشيتي ديريكت راه كتمشي سونتر فيل جيت ساحه الامل والمرصى والكورنيش والى غير ذلك. وعلى يدينا اليسار راه كنلقاو هذا المشروع ديال قصر المؤتمرات، او كما قلت لكم قالوا غادي تكون هنا واحد السينما اللي هي كبيره، وغادي يكون قصر مؤتمرات اللي هو كبير، وغادي يكون مول، وكاين حتى الاخر اش كيقولوا ليه، وكاين حتى واحد الاوتيل كبير راه كيتبنى من موراه. نشوف على العموم راه كاين تقدم ملحوظ، في هذا المشروع هذا اللي غادي يعطي واحد الاضافه نوعيه للمدينه ديال اكادير. لحقاش المدينه ضروري المولات يكونوا كبار ويكونوا بزاف ديال الحوايج اللي كيجعلوا السياح انهم يستافدوا منها، وحتى السكان المحليين علاش لا حتى هما يشوفوا هاد الاجواء هادو. حتى مدينه اكادير راه كتستحق انه يكونوا فيها مشاريع في هذا الحجم هذا. كما قلت لكم المشروع راه غادي خدام على قدم وساق. هذه هي الجوله ديالنا، كنتمنى اننا بينا لكم هذا المشروع هذا عن قرب، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. وراه هذا قصر المؤتمرات راه شاد من هنا، شاد من هذه الطريق هذه من الداخل، وراه غادي تشوفوا معايا قداش اللهم بارك هذا المشروع هذا راه كبير. اللهم بارك، فيه بزاف ديال المنشآت، فيه اوتيلات على اعلى مستوى، كاينين دور ديال السينما، يعني دايرين دور ديال السينما، يعني راه شحال من سينما غادي تكون هنا. وقال لك اسيدي كاين فيه المول، كاين غادي يكون فيه واحد المول كبير، ها هو الاوتيل. قال لك غادي يكون فيه واحد المول اللي هو كبير اللهم بارك، وقال لك غادي يكون فيه بزاف ديال المنشآت. ها هو راه كامل على يدينا اليسار، على يدينا اليمين راه هو هذا. وغادي تشوفوا معايا قداش اللهم بارك المساحه اللي شاد هذا المشروع هذا. راه شاد واحد المساحه اللي هي كبيره. هو راه كاين في البرنامج ديال الرؤيه ديال داك البرنامج ديال اكادير اللي انطلق في 2020، الرؤيه ديال 2020 ديال 2024. كانت تعطاهم واحد 4 سنين فاش يداروا مجموعه ديال المشاريع صراحه، ولكن هذا راه مازال ما تمش الانهاء ديالو، مازال فيه الخدمه. هو كيبان بانه راه قريب يكمل، ولكن مازال فيه الخدمه. كامل على هذا الشارع، على الطريق هذه راه هو هذا. دابا غادي نخرجوا ليه من هنا وغادي تشوفوه من الواجهه ديالو. كامل راه هو هذا، يعني من ديك الانطلاقه فاش جينا وزعما راه راكبين الموطور وشحال حنا كنتمشاو عاد ما وصلنا للواجهه ديالو اللي هي هذه. كما قلنا مشروع اللي هو كبير جدا
فيه دور ديال السينما، فيه المعارض، فيه المولات، يعني فيه مجموعه ديال الحوايج اللي غادي تزيد له، غادي تعطي واحد الدفعه قويه بالنسبه ديال مدينه اكادير، اللي صراحه كتفتقر بحال هاد المشاريع هذا. بحال دابا شي مول اللي هو كبير راه ما كاينش، المقارنه مع مدينه مراكش اللي هي كامله مولات وفيها اللي هي ماركات اللي هي عالميه. هادو هما الاشغال، وكنتمناو الاشغال يمشيو بواحد الوتيره اللي هي كبيره ولا اللي هي سريعه باش تنطلق وتكون فرصه ليد العامله هنا في المدينه ديال اكادير، باش يستافدوا الشباب من الخدمه في المجال ديال الفندقه او ديال التجاره او ديال على حساب شنو اللي غادي يكون هنا. كما كتلاحظوا معايا واحد المساحه اللي هي كبيره اللي كيشملها هذا المشروع هذا الضخم الكبير، اللي كنتمناو على الله انه يتم الانتهاء ديالو في اقرب وقت ان شاء الله. كنتمنى تكون هذه الجوله هذه وراتكم شويه على هذا المشروع هذا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله على قناه زوير صحه.